السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد. بالنسبه للمقادير ديال الوصفه ديال اليوم، هي مقادير ديال البسبوسه ولا حرشه ديال الفران، كتجي غزاله وبنينه بزاف. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجو نص سيطرو ديال الحليب، كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ديال سنيده، جوج ديال الخمارات، وواحد الفاني، ونص كيلو ديال السميده الرقيقه. هادو المقادير. ندوزو دابا للطريقه. بالنسبه للطريقه، غادي نهزو كاس ديال سنيده ونطربوه مع كاس ديال الزيت حتى تذوب لينا ديك السنيده. غادي نطربو مزيان. المهم الهدف هو ان ديك السنيده تذوب، ما تبقاش لينا حرشه. غادي نضيف معاهم كاس فانيا، واحد الساشي ديال فاني. وغادي نضيف دابا شويه ديال الحليب غير باش يعاونني ان ديك السنيده تذوب. المهم واحد الدقيقه ديال التطراب. هنا كيف كتشوفوا السنيده راها دابت، ما بقاتش. غادي نضيف الحليب كامل اللي بقى ليا، وغادي نضيف من بعد ديك السميده والخمارات. وهنا راني ديجا انايا داهنه المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها الخبز، راني داهنها بالزبده وبالسميده. والفران راني شاعله عليه، يعني خص الفران يكون سخون وتكون ديجا المقله مدهونه، حيت الا خلينا هاد الخليط هذا غير شويه برا الفران غادي تشرب لنا السميده داك الحليب. ونصدقوا تاني نزيدوا في الحليب، وهذا اللهم من الاول دخلوها الفران يكون سخون وبالزربه. ها نتوما كيف كتشوفوا الخليط كيولي على هذا الشكل هذا. عفوا. صافي ندخلوها دابا الفران. بالنسبه للسيرو، غادي نحتاج كاس الا ربع ديال سنيده، وكاس ونص ديال الماء. انا مازال نزيد هنايا نص كاس، عندي غير كاس هنا. والقشور ديال الليمون اولا ديال الحامض على حسب الذوق، نتوما شنو كتفضلوا. ديما المقادير ديال الماء الدبل ديالهم ديال السكر. الا عندنا كاس ديال الماء نديرو نص كاس ديال سنيده، وهكا. هاني درت هنا كاس ونص ديال الماء. غادي ندير كاس الا ربع ديال سنيده، وندير القشور ديال الليمون ونديرهم فوق البوطه. تقريبا كيديو ليا فوق البوطه ربع ساعه حتى لثلث ساعه. والعافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه. هنا يلا شعلت عليه. صافي هنا راه وجد ليا. المهم البنات، هاي البسبوسه ديالنا طابت. غادي نسقيوها بالسيرو اللي وجدنا. كيف كتشوفوا راه نسقيوها وهي باقا سخونه، والسيرو راه كيكون دافي، ما كيكونش عاوتاني بارد بزاف. المهم كنسقيوها مزيان. كتجي غزاله وبنينه صراحه، خصوصا ملي كتبات كيكون عندها واحد المذاق واحد اخر. صافي. ودابا غادي نرش عليها رشيشه خفيفه ديال الكوك. المهم تزين كيبقى اختياري، نتوما شنو بغيتو تخليوها غير هكاك خليوها هكاك. بغيتو تزينوها بدوك الليمون باش طاب تقطعوا طريفات هكذايا وتزينوا حتى هو كيجي زويون، حيت يكون صافي تشرب ديك السنيده. المهم كيبقى اختياري تزيين. ونخليوها دابا تبرد. هانتوما كيف كتشوفوا. ها هي البسبوسه ديالنا ولا الحرشه من بعد ما طابت ومن بعد ما بردات، كتجي غزاله بهذا الشكل هذا، كتجي فنه حتى المذاق ديالها غزال. المهم نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. انا عندي هذه حسن من الكيكه، حسن من لي طارط، حسن من كل شيء، كتجي فنه.
اذا كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. نتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتخليوا لي رايكم في التعليقات، وشكرا.